الأم دي عايشة مع ابنها ومراته، كانوا قاعدين بيتغدوا، فقالت لابنها: يا ابني، الجزمة بتاعتي اتقطعت خالص، كنت محتاجة جزمة جديدة. هنا قال لها: ماما، ابقي صلحيها، أنا ما معيش فلوس أشتري جزمة جديدة. هنا مراته قالت له: ما تشتري لها جزمة جديدة، الجزمة اللي معاها دي لها 4 سنين. قال لها: وانا اجيب لها منين؟ كفاية اني باكلها واشربها ومش بتساعدني كمان في مصاريف البيت، ومعهاش فلوس كمان هشتري لها جزمة جديدة. فهنا مراته قالت له: معقولة؟ هو انت عايز والدتك تشتغل وتصرف؟ بس تصدق، انت عندك حق، هي المفروض تشتغل وتصرف وتجيب كل اللي نفسها فيه. بعدها بساعة الابن طلب من امه انها تغسل له الهدوم. فهنا مراته جت وقالت له: هي هتغسلها لك، بس مش هتغسلها ببلاش، ده شغل ومجهود، لازم تاخد عليه فلوس. اولا القميص ب30 يوان، والجاكيت ب50 يوان، والبنطلون ب20 يوان، كده المجموع 100. تدفع الفلوس هتغسلهم لك، ولا انت عايزها تشتغل وتعمل مجهود وتعمل لك اللي انت عايزه ببلاش؟ قال لها: دي امي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له: مش انا اللي بقول، مش انت اللي قلت انها قاعده ما بتكسبش فلوس وان انت بتصرف عليها؟ لا، هي دلوقتي اي حاجه هتعملها يعتبر شغل لها، هتدفع لها 100 ولا مش هتدفعهم؟ فقال لها: لا، وعلى ايه، خدوا 100 يوان. فاخدتهم منه وادتهم لحماتها. تاني يوم دخلوا علشان يتغدوا، لسه هيمد ايده في الاكل، قالت له: استنى، كل حاجه بتمنها، اختار الصنف اللي هتاكله علشان تدفع تمنه، وبعد كده هتحاسب على غسيل المواعين. هنا قال لمراته: هي ايه الحكايه، هو كل شويه تطلبي مني فلوس؟ قالت له: ده كلامك، انت اللي قلت ان ماما ما بتكسبش فلوس، انت لو جبت واحده تشتغل في البيت وتربي لك ولادك هتاخد 5-6 آلاف يوان في الشهر، وماما قاعده معانا شايفه كل طلباتنا، موفره علينا فلوس كتير جدا، مش بتصرف منك فلوس كتير. على الاقل انا بخرج وسايبه ولادي وانا مطمنه انهم مع جدتهم. هنا اتكسف جدا من الكلام اللي قاله لوالدته واللي عمله معاها. مراته علمته درس لا يمكن ينساه، اننا ما ننساش ابدا اللي بيقف جنبنا وبيحاول يساعدنا. الزوجة دي ذكية جدا، خلت جوزها يشوف غلطه بعينه ويصححه بقلبه. صلوا على النبي في التعليقات.